بسم الله. بصوا يا شباب، الأول إحنا اتكلمنا الأول الصوت عالي صح؟ مش ضعيف زي المرة اللي فاتت، صح كده؟ لا، الصوت تمام. تمام زي الفل. ماشي، خلينا نقول إحنا عملنا إيه من يوم ما بدأنا. إحنا شفنا يعني إيه إي كوميرس، فهمنا السايكل، فهمنا الناس بتعمل إيه وهنعمل إيه. في موقع وفي إعلانات، فعملنا ويب سايت وبدأنا نشتغل على الويب سايت ده، ونشتغل على اللاندنج بيج بتاعته، نحاول نعدل ونلاقي اوبشنز مش موجودة. طب هنعملها ازاي، هنفهمها ازاي. وعملنا الدنيا دي. عندنا حاجة كمان، حتة إن هي طب نحسن فنلندا ازاي، لا هنزود أكتر أو هنقلل أو أيا كان هنعمل إيه. عملنا حاجات كتير وعملنا حاجات لطيفة يعني. طلع معانا في الآخر حاجات زي المنتجات. عندنا مشكلة مثلا إن إحنا عايزين اللاند تبان كاملة، أو هتبص على اللاند دي كويسة ولا لأ، وهكذا. وإن شاء الله ده اللي هنظبطه النهاردة. جميل. إحنا هنعمل إيه بصورة عامة. أنا هشرح لكم زي أنا لو شغال هعمل إيه. أنا عشان نبقى فاهمين، أنا مش بشتغل على إيز أوردر بإيدي، لأن ايوه في معايا تيم شغال. هم الشباب ما شاء الله شغلهم جامد جدا، منهم دكتور جمال اللي كان معاكم المرة اللي فاتت. ف بس أنا هوريكم الحاجات معظمها إزاي، أو ببص على الحاجة إزاي. خلوني أنا معاكم. ثانية. بس يا شباب، يا ريت نبقى عاملين ميوت طالما مفيش حاجة تستدعي إنك تشيل الميوت. فلو محتاج حاجة وقتها. ماشي، نعمل شير سكرين حالا. أظن كده الدنيا تمام واضحة. ده كده إيزي أوردر، ده المفروض فاتح معاكم كده. حد عنده مشكلة في إن أنا فاتح المكان ده؟ لا، تمام. تمام جدا. لو عندك أي حاجة افتح المايك أو ابعت شات مؤقتا مثال يكون موجودين. احنا دلوقتي عندنا في ايزي اوردر هنا، فهمنا ان احنا عندنا منتجات هنا، بفتح بيجيب لي كل المنتجات اللي جوه الموقع بتاعي. باجي من هنا اعمل منتج انشاء منتج. فتح لي الجزئية دي، نكتب فيها اسم المنتج، هنسميه تيست كمثال، اي حاجة. خليه مثلا 5 إكس. رابط المنتج مثل برودكت نيم، أو مهم جدا للسيو اللي هي معروف. جميل. الحتة دي إيه باختصار جدا، لو أنا حد بكتب على جوجل مثلا، خلينا نشتغل على قطاعة عشان يبقى المثال واضح. قطاعة خضروات، هنسميها بقى إيه؟ جميل جدا. ده اسم أنا حاطه خلاص، وهنقول الاسم ده بيظهر لنا فين جوه اللاندنج بيج حاجة. ماشي. دي برضو تيبس وتريكس يعني. الحتة بتاع السيو دي، لما حد بيسيرش على جوجل يكتب كلمة قطاعة، دي حاجة اسمها بيستخدم السيرش انجن. أنا من أفضل حاجة إن أنا أكتب كلمة قطاعة، أو أكتب مثلا كلمة آم، مثلا هي اسمها مندولين، فحاول أكتب مندولين. ثانية واحدة. أيا كان أكتب مندولين، هيبقى في إيه بعد دي. طب إيه معرف الاس كيو يو ده؟ معلش لو ديسكورد عمل دوشة شوية يعني، بس إيه معرف الاس كيو ده؟ ده لو أنا شغال مع سيستم أفيليت بحطه، أو لو أنا شغال عامة مع عندي مثلا مخزن كبير، والمخزن ده أنا مكود فيه المنتجات، أحطه. غير كده عادي، سيبه فاضي. وحتى بيقول لك هنا اتركه فارغا لو أنت مش محتاجه. لو أنت مش محتاجه هو يقصد إن أنت لو أنت مش فاهم ده إيه، خلاص فكك يعني. لأن أنت لو فاهم فأنت أوريدي محتاج. جميل. السعر المنتج ده السعر اللي أنا بكتبه، هنقول مثلا 500. سعر التخفيض
لو أنا كتبت سعر 400 لما يجي يظهر هيظهر معانا. بص عشان برضه نبقى فاهمين، خلينا نعمل حفظ ونطلع المنتج بتاعنا. نشوف. ماشي. سيف تشيل ثانية. هو ما رضيش يعمل سيف لان هو كان طالب صورة المنتج، غير اه كده ما رضيش بيعمل له سيف. ماشي كويس جدا. ماشي خلينا نعمل إنشاء تاني. هنحط صورة للمنتج عشان أي حاجة. نادي صورة للمنتج على حفظ وصالح حاسب البيانات. ماشي. نحط هنحط هنا أي حاجة حالا وهنحط السعر 500. عايز بس أوريكم إحنا بنأبديت إزاي كل حاجة بالدنيا. حلو. لما جينا هنا بقى نعمل مشاهدة، عشان كان في حد بيسأل بجيب لينك اللاند منين، فهو من هنا. جميل. أنا لما عملت مشاهدة جالي إيه؟ جالي هنا. جميل. في حاجة بقى، أنا ببص على المنتج كده؟ لا، أنا بعمل كليك يمين وبنزل على كلمة انسبكت. ممكن لما أدوس على انسبكت يظهر لي كده، وممكن عشان تبقى واضح ممكن يظهر لي كده. أنا دلوقتي بعمل إيه؟ أنا بدوس من هنا اللي هي العلامة اللي هي موبايل أو تابلت دي، ومن هنا أختار نوع موبايل أبص عليه. يعني مثلا خلينا نختار أيفون مثلا إكس. اللاندنج بيج هتظهر كده على الأيفون إكس. ليه أنا بعمل كده؟ لأن العميل المستهدف بتاعي أو الناس اللي هتفتح تيك توك، مفيش حد هيفتح تيك توك من اللابتوب. اللي هيشتري بيبقى فاتح تيك توك من على الموبايل. اللي برضه بيسكرول على الفيسبوك 99% من الموبايل. فأنا ببدأ أبص من هنا، ببص بقى عادي، هو تليفون واحد بيكون كافي، بس هتلاقوا الاختلافات بسيطة. بس عامة دي بتاعت تليفون، يعني مثلا ده تليفون سامسونج اس 5 شاشته أعرض شوية. مثلا ده تليفون اسمه موتو فورشي، مش عارف موتو ده اللي هو إيه، أيا كان. بس أنا عملت إيه تاني علشان نبقى سوا. لو عايزين تطبقوا إحنا سوا أنا ما عنديش مشكلة يعني. إحنا معانا نتكلم، مش هنقول معلومات كتير بس معانا نطبق يعني. بقى بعمل نسبة أوتوماتيك بقى، هو دلوقتي بيجيبها لي على الوضع ده بتاع الموبايل. أنا والله أنا أختار مثلا إن أنا أبص من أيفون إكس. جميل. ده كده معايا شكلها. ممكن من هنا أختار أول واحدة دي، وأول واحدة دي تخليني أنا بحرك وبصغر. لو أنا عايز أبص على كل الموبايلات مش هتفرق قوي يعني، فاهمين برضه عشان ما نطولش فيها. بس مثلا خلينا نحط أيفون إكس. هاجي هنا، يبقى أنا دلوقتي هرجع أعمل تعديل. أي تعديل هعمله هنا وأعمل حفظ هيسمع معايا هناك. جميل. عندنا هنا إيه تاني؟ الأقسام دي لو أنا مقسم الموقع، يعني مثلا الموقع ده الشباب شغالين عليه فيه تقسيم، فليها فوائد كتير. بس الأفضل إن أنت تعمل أكثر مبيعا، والأكثر مبيعا دي تبقى بتحط فيها المنتجات اللي أنت بتعمل عليها إعلانات. لا، عشان لو مثلا أنت عندك منتجين وشغال على الاتنين، وواحد اشترى منتج يظهر له بعد ما يشتري المنتج التاني. جميل. ده النقطة اللي ممكن نتكلم فيها. هنا السعر تمام، أولوية الظهور دي جوه. معلش انا مش فاهمة الحتة بتاعت الاكثر مبيعا دي، يعني ايه بيشتري فبيظهر له المنتج التاني؟ مش بصي، فاهمة. لما العميل بيشتري وبيطلع له ثانك يو، أنا مم. ببقى مفعل تحت إن هو يطلع له منتجات مشابهة. منتجات مشابهة دي هو خلاص اشترى. مثلا نقول مثال، كان بيشتري قطاع مندولين مم. وطلعت لي القطاع المندولين خلاص هو اشتراه. وأنا ببيع مثلا مكوات ملابس، بس مم. هي عندي برضو في المخزن. فهو لما بيشتري بيطلع له تحت مثلا منتجات مشابهة، وساعتها بيقوم طالع له فكرة المنتج التاني اللي هو يعني ده لو الأقصى انا مبيعاً. حطيت مثلا المنتجات دي في اللي هو القسم بتاع الاكثر مبيعا، فهي تبدأ تظهر له بشكل هو دوري يعني. الويب سايت بيريكومند من نفس القسم. فمثلا لو انا عاملهم كلهم منتجات منزليه، لما يشتري وانا مفعل الاوبشن ده هيظهر له منتجات منزليه. يعني ده عموما مش سيكشن معين. لا لا، عامه اصلا الاكثر مبيعا ده انا بعمله، ممكن اسميه الاكثر مبيعا عادي يعني. انا بكريت الاقسام دي من هنا، من على اليمين هنا.
ايوه جميل. تمام. عندنا ايه؟ عندنا هنا برضو يعني بصوا يا جماعة، أي صوت أو أي دوشة حواليا أنا في شيرد أريا كبيرة، فده مش هنين يعني. الأولوية في الظهور دي، هو بيقول لك هنا اتحكم في ظهور القسم في البداية، ولما زاد مش عارف يظهر إيه. أنا مثلا لو عندي 9 منتجات جوه القسم ده وحطيت هو رقم واحد، فهو أول واحد هيظهر. الأقسام دي تبقى هو هيظهر جوه القسم فين؟ هيظهر بقى على الهوم بيج بتاع الويب سايت نفسها. مهم أشتغل عليها ولا لأ؟ لأ، مش أهم حاجة في الأول خالص، يعني شغلنا برضو كله على اللاندنج بيج. وصف المنتج ده هنعمل سوا، بس هنكتب أي كلام كمثال، وبعدين هنزل أعمل حفظ وأشوفه ظهر فين. أعمل هنا ريفرش، فبقيت أنا من سكرول بيوصل لي تحت. تمام. تمام، بصوا والله الدوشة دي مش من عندي يعني، استوعب. فوصف المنتج ده ظاهر من ورا. جميل. طب أنا معلش انا عندي سؤال. ماشي، اتفضل. هو انا لما كنت بعمل اللاندنج بيج اخترت الاول اللي هو القسم البسيط اللي هو اكتر حاجة بدائية فيهم يعني. في اللاندنج احنا لسه فال... ما دخلناش على يعني اللاندنج هنا، أنا لسه اه انا مش فاهمة، مفعله. انا قصدي في شكلها الوصف بتاعها دخل في بعضه، فانا مش عارفة. الوصف بتاعها دخل في بعضه إزاي؟ يعني انا لما في اللي هو النموذج البسيط اللي هو ابسط حاجة خالص، مم. وصف المنتج هنا ما كانش ظاهر في الحاجات اللي انا كاتباها في اللاندنج بيج. ماشي، حلو لما جدا. اخترت هنا نموذج متقدم، لا بقى ده بقى وصف المنتج ده هو اللي بيظهر، حلو، ماشي زي الفل. غير اللي انا كتبته في اللاندنج اصلا. اللي كتبته في اللاندنج مش موجود، اللي ظهر حلو، الوصف. بصي خلينا نرد على النقطة دي ونعمل تفعيل اللاند ونعمل حفظ، ونيجي هنا ونعمل ريفرش. هنضيف أي جزء مثال. استنى يا جماعة ثانية واحدة. سامعني كده أحسن صح؟ سامعني يا شباب ولا إيه؟ تمام. اه تمام. ماشي، تمام. احنا خلينا تمام. نجرب نعمل حفظ كده، وبعدين نعمل هنا ريفرش. ده كنا بنعمله ردا على حتة الديسكريبشن. أنا هنا كاتب وصف للمنتج، لسه ستيل كاتب وصف للمنتج، بس لما أنا فعلت اللاندنج بيج راح كل حاجة وظهر لي الجزء بتاع اللاندنج بيج. جميل. فده يخلينا نقول إيه؟ إن إحنا دلوقتي لو مش مفعلين أصلا الجزء ده خالص، نلغيه بقى تاني ونعمل حفظ، هيبقى بيظهر لي هنا المنتج. نعمل ريفرش بس نبص عليها، ظهر لي الصورة والكلمة. فاكرين لما كنا بنذاكر في الأول وجالنا الكلام بتاع يعني إيه برودكت بيج ويعني إيه لاندنج بيج؟ فاكرين الجزئية دي؟ ايوه. كنت بقول لكم إن اللاندنج بيج فيها تفاصيل أكتر، إنما البرودكت بيج مجرد صفحة للمنتج، صفحة عن المنتج موجود في الويب سايت. فنقدر نقول إن كمثال قبل اللاندنج بيج دي اسمها برودكت بيج، وهنا نقدر نقول لما نفعل دي من فوق إن هي لاندنج بيج. جميل. نص رئيسي ونص فرعي. هندخل تاني في اللاندنج بيج، بس خلينا نبص هنا كمان على صورة المنتج. صورة المنتج بحط صورة أساسية، بحط صور فرعية، والجزئية دي أظن فاهمينها الحمد لله. باجي هنا برضو صورة المنتج دي بتبدأ تختفي تماما مجرد ما أعمل لاندنج بيج، يعني زي ما نقول اللي قبل اللاندنج بيج ده حمادة، واللي بعد اللاندنج بيج ده حمادة تاني فقط. تمام. هنيجي هنا، احنا والله دلوقتي مفعلين اللاندنج بيج ولا لأ؟ احنا هنا والله مفعلين، متأكد. تمام زي الفل ومسيفين كده. هنيجي هنا بقى واحنا بنعدل النص، ودي كانت حاجة تغلطوا فيها غصب عنكم يعني. الحتة دي إن أنا أودي النص يمين ولا شمال ولا في النص. جميل. نفس الكلام هنا في التكست، يمين ولا شمال ولا في النص. خلينا هنفهم أكتر
بس خلينا نكتب حاجات شبه فعلية بحيث نبان. عايزين نكتب هنا مثلا غذاء، ممكن نكتب عربي، غذاء رياضي، رياضي. وفي الوصف هنا هنكتب أفضل الماركات العالمية بين يدي ال- جميل. قلنا نحل السبيس ده، ندوس هنا وندوس حفظ. كل حاجة بقى أنا وأنا شغال فعلا بعمل كده، ببص على اللاندنج بيج، وببص على يعني ببص على شكلها وببص وأنا شغال. فهنا بقى عندي إيه؟ الغذاء الرياضي أفضل الماركات العالمية، والصورة دي اللي أنا سايبها هنعتبر إن إحنا اللي حاطينها. مش ثانية يا جماعة معايا، كل ثانية واحدة معايا. الصوت فين يا جماعة؟ مين اللي بيسأل؟ أيوة مصطفى. أنت معانا أصلا ولا لأ؟ مصطفى سامعني؟ معاك أهو سامعك، بس الصوت اختفى مرة واحدة. أنت كنت معانا طيب وأنا بقول لك أبقى في كول ولا كنت بره؟ لا، ما خدتش بالي لسه، أنا كنت بره. تمام. خلينا بس مركزين. ركزوا يا شباب يعني، مش عارف بس ركزوا يعني. تمام. خلونا نكمل. احنا زي ما قلنا وأنا شغال على اللاندنج بيج، كل تعديل بعمله بعمل حفظ وباجي هنا أعمل ريفرش أتأكد إن هو سمع أو شيء. هنتكلم في نقطة كمان كده عامة بقى، أي سيكشن أنا أضيفه يعني مثلا هعمل إضافة جزء، أو مثلا القسم ده أيا كان القسم اللي هستخدمه أعدل فيه. هما بيزودوا أقسام أصلا كل شوية. عندنا حتة استخدام صفحة هبوط جاهزة، وده بيخليني أختار من الحاجات دي حاجة وأبدأ إيديت فيها. منها حاجات كويسة واللاندات دي فعلا بتكونفرت كويس بحكم خبرة الناس يعني. اللاندة دي كويسة بتاع الخلاط دي مع كذا حد، بتاع المكن دي برضو كانت حد جربها قدامي كانت كويسة. في حاجات بتاع الخلاط دي تقريبا برضو، لو لا دي جديدة، كان في واحدة قديمة تقريبا كانت كويسة مش حاطينها حاجة. بس عامة أنا بقدر أعمل استرداد وهي دوب بقت جميل. عندنا حاجة تانية، لو أنا نكمل زي ما احنا. فاحنا بنعمل إيه؟ بنعمل حفظ مع كل حاجة. خلينا بقى نطلع عيوب، احنا ما عملناش لسه لاندنج بيج، بس خلينا نطلع العيوب اللي احنا شايفينها في الدنيا دي.
أول حاجة حتة قطاعة اسمه صغير، ولا يوجد تقييمات. لا يوجد تقييمات دي أنت لو داخل الويب سايت. يا جماعة الصوت راح إيه؟ أنتوا بتبصوا سامعيني طيب، وأنا بقول لكم هعمل حاجة وأرجع ولا؟ تمام 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 معاك. ماشي. حتة لا يوجد تقييمات دي حتة وحشة جدا. أنا دلوقتي لو عميل داخل ولقيت لا يوجد تقييمات، عيني هتلقطها وأفهم إن مفيش تقييمات. فباجي أعمل إيه؟ باجي هنا جزء التقييمات ده، وباجي أعمل إنشاء تقييم، وبختار المنتج. إحنا قلنا مسمين منتجنا قطاعة، وأحط تقييم مثلا 5 نجوم، وأعمل اسم محمد. طب أجيب التقييمات دي منين؟ قبل ما نكمل التقييمات دي الأحسن روح هاتها تقييمات فعلية من على أمازون، يكون حد بيبيع نفس المنتج. جميل. عايز أنت تكتب حاجة بحيث تأثر على عميلك بيها، حرية شخصية، بس أنا شايف لا، هات تقييم فعلي من على أمازون حتى ليك أنت تبقى عارف فيدباك الناس للمنتج حلو ولا لأ. جميل. نكتب هنا مثلا إيه؟ منتج حلو جدا والخامة لطيفة. أقدر أرفع صورة وأفضل وأعمل حفظ. في حد من الشباب قال لي في الأول نعدل في ده. أنت المفروض هنا تعمل إن التقييم التقييم منشور. الحتة دي خلي بالكم منها، ممكن بعد ما تعمل تقييم تنسى تعمل حاجة. الشباب كانوا قايل إن في أبديت إن التقييم بيسمع متأخر، بس خلينا نشوف. هو شكله منضبط معاك فعلا، التقييم بيسمع متأخر. بس عامة أنا مجرد هنا ما عملت حفظ خلاص، بعد شوية هلاقي التقييم سمع في اللينك ده. مش هيسمع حالا عشان هما بلغوني إن هو بيسمع متأخر، فده معناه إن أنا هحاول أخلص شغلي بدري. جميل. ده دلوقتي نرجع تاني للمنتج بتاعنا، القطاعة. عدلة. إحنا كنا في جزء اللاند. اللاند أقدر أضيف جزء على حسب أنا عايز أحط إيه في الجزء. ممكن أفضل ليا في الأول لو مش عايز أشغل بالي أختار لاند من دي. نشوف مثلا أي لاند، وليكن دي مثلا كويسة. شفت الحتة اللي حملت دي كده تقيلة، فالأحسن مستخدمهاش. الحتة اللي في الخلفية دي أنا مش عارف تظهر المرة التانية ولا لأ، بس هي عشان حملت مرة خلاص. بس عامة الحاجة اللي تلاقيها بتحمل متأخر كده، لا افكسولها خالص خالص خالص. مثلا خلينا نجرب بتاع الخلاط. مثال شايفين صورة الخلاط بتحمل تقيل، فأنا لو غيرتها بصورة خفيفة تمام. خلينا نبص من على الموبايل زي ما اتعلمنا عشان نبقى مركزين. هو هنا بيعمل إيه المنتج؟ بص كان إيه؟ اسم ووصف. خلاط مش عارف إيه الأصلي، ده اسم الماركة. أقوى خلاط في العالم، صناعة ألمانية وكده. فأنا بقيت خلينا ناخد مثال على المندولين. حط صورة المندولين، لكن مثلا قطعة مندولين، أي وصف بقى، الجميلة العظيمة المطلوبة الأكثر مبيعا. هتقوم كاتب تحتها إيه مثلا؟ أقوى قطاعة خضروات في العالم. إيه مثلا إيه منافسة، أي حاجة يعني. فاهمين الحتة دي؟ انتوا اسرحوا بخيالكم فيها، بس افهموا استراكشر الكتاب. أنا بحاول إن في الكلمة الأساسية زي نفس الكلام زي ما أنا عملت هنا، اسم أساسي وبعدين أكتب وصف. جميل. نفس الكلام هنا، لو أعمل اسم وأعمل وصف. دخلنا في المميزات، ففي كل جزء برضه عمل كده. يعني مثلا كتب موتور قوي، بس لا، قال لك موتور قوي صناعة ألمانية، فكأني بعمل عنوان وبوضح فيما بعد العنوان ده حاطط صورة والله بتوضح شكل موتور وأجزاء ومش عارف إيه. مثلا سهل التنظيف. حلو. إزاي يمكنك تنظيفه بدقائق حيث أنه مصنع من مواد مقاومة للاتساخ. الحتة دي تنفع معايا في القطاع، حلوة تنفع. غير بقى أنت الصورة، حط صورة للحتة اللي القطاعة بتتنضف فيها واعمل كده. استخدامات متعددة مثلا تبقى استعمال في معظم المهام في المطبخ. تنفع مع القطاعة، تنفع مع القطاعة حلوة جدا. حط صورة القطاع، صورة بس القطاعة مثلا، أو وهي بتقطع صورة بسيطة خالص. واكتب استخدامات متعددة، واكتب إمكانية استعماله في معظم مهام المطبخ، أو يمكنك استعماله عادي. هنا ده عامل إيه؟ عامل بوتون اطلب الحين عشان لما أدوس عليه ينزلني تحت. حلو جدا. خلينا نطلع له تاني. شايفين البوتون ده عمل إيه؟ وداني لتحت خالص.
والبوتون ده أحطه من هنا إزاي؟ البوتون ده جزء بين زرار أو زر الشراء، وأضغط عليه، أو خلينا نعمل أول فلس نشوف في البتاعة بتاعتنا، نعمل فينش. بصوا التقييم سمع بعد شوية أهو، زي ما أنا قلت لكم. بس خليني مثلا لو أضغط الآن، أقوم ضايفه في السلة، بس عشان أنا هنا حاطط سلة. إحنا هنرجع تاني نقول نعمل باك، هنرجع نقول الحتة دي هنعدلها منين، بس عامة اضغط للطلب ده بيوديني إيه على الشراء على طول. فده حلو إن أنا أحطه، هو حطه هنا ليه بقى؟ دي نقطة مهمة، أنا إمتى أحطه؟ أنا حد فيكم قالها، ثانية هنا. حد فيكم قالها كانت كويسة جدا، أنا عشان متكلم كتير حطيتها في النص. نص هو الميتنج فاضل 10 دقايق، فلما يقفل هنشوف لو محتاجين ميتنج تاني هندخل، مش محتاجين هبلغكم إن إحنا خلصنا وهنكمل أسئلة على الديسكورد عادي. أنا بس والله عشان بخلص شغل ونازل، فعشان كده كنت عايز الميعاد يبقى 50. فقلنا إيه، اطلب الحين، بضغط عليها بتخليني أعمل. إمتى أحطه؟ لما تبقى اللاند بتاعتي كبيرة، اللاند صغيرة خلاص أنا مش محتاج. جميل. خلينا نطلع على طول، مثلا مش عارف ليه تشتري، دي حاجات عشان نثبت الثقة والدنيا الجميلة دي. تمام. طيب بعد إذن حضرتك، ماشي اتفضل. آه، هي في التقييمات بفتحها عندي مش لاقية اسم المنتج اللي أنا ضايفاه. أنت دي عملت تبقى حفظ؟ مشكلة في إيه؟ عملت حفظ في اسم المنتج خلاص؟ عاملة له حفظ اه. بصي لا هتلاقيه، ممكن انت بس مش كاتبه الاسم صح. انت عملت انشاء تقييم وجيتي في اختيار المنتج بتسكرولي كده مش لاقياه ولا ايه الدنيا؟ في التقييمات يعني ظاهرة عندي حاجات كانت نازلة مع الموقع ذات نفسه، يعني ساعة مش عارفة ايه، حاجات طب مش موجودة أصلا. بصي يعني هخليك انت تعملي شير سكرين دلوقتي وتقولي، مش انت فاتحه اللابتوب؟ أنا فاتحاه ثانية واحدة كده. ماشي ادخلي من اللابتوب ودقيقه وهقول لك اعملي شير سكرين. انا عندي سؤال. ماشي اتفضل. هو انا دلوقتي يعني لما بختار مثلا لاند ما فيهاش حركات كتير وما فيهاش تفاصيل، يعني هو انا يا دوبك مثلا معاكي كملي. يا دوب ايه؟ يعني ما فيهاش كلام لا بروح بس عشان صوتك بيقطع. لو انا خدت لاند ما فيهاش حركات كتير ايه؟ كتير ولا ايه؟ لا قولي تاني السؤال معلش. بتقولي لو خدت لاند ما فيهاش حركات كتير ايه؟ لو خدت لاند ما فيهاش حركات كتير، حضرتك كده سامعني؟ اه انا النت عندي بس هو اللي ضعيف شويه معاكي. تمام. لو خدت لاند ما فيهاش حركات كتير، يعني يا دوبك بس صورة المنتج وكم معلومة عنه، اللي هو مثلا مميزاته او هو كويس في ايه وكده، هتبقى وبس جنب. بعد كده السعر وخلاص. هتبقى فده بيفرق مع الكلاينت. بص بتفرق في ايه. انا امتى العميل هيشتري؟ لما العميل يقتنع بالمنتج بتاعي. طب هو امتى هيقتنع بالمنتج؟ هيقتنع بالمنتج لما يحس ان هو قيمته كويسه. لو انا قدرت في جزئين بس اوصله ده، خلاص تمام، ما فيش اي مشكله. مش هتفرق ساعتها. مش هتفرق خالص بقى. طب مثلا منتج غالي، يعني مثلا ببيع مثلا ايه، ببيع القطاعه دي مثلا ب 900 جنيه مثلا، هي الناس كلها مم. بتبيع 300، وانا تمام. دخلته في الاعلان والسعر لسه مش ظاهر له، فهو عايز يقرا وانا عايز اقنعه. هقول له بقى ان هي مصنعه من حديد، هقول له ان اللي في السوق ده بلاستيك وانا عندي معدن، ايا كان هقول له ايه. والمفروض اراعي ربنا في ده يعني. بس قدر الامكان بحاول ان انا اجيب له احسن حاجه، او مم. اوصل له فعلا ان هي كويسه. فساعتها ازود اقسام. ممكن بلاش القطاعة ببيع أغلى من المنافسين. ممكن أنا ببيع منتج نفسه غالي، يعني مثلا كان في مثلا عميل معايا كان عايز يبيع مكنسة كده ب95,000. ففعلا مم. المكنسة بتعمل كل حاجة يعني، ممكن تتشقلب تطلع تمسح سقف البيت. يعني ده على حسب المنتج تفاصيله اه اصلا كتير ولا المنتج لا؟ يستاهل ولا لا. يعني مثلا اه. مش هبقى ببيع له مثلا لزق واقعد بقى اعمل له 7000 سيكشن وهو لزق خلاص، هقول له بتستخدمه تلزق بيه اي حاجه، بيلزق مم. بلاستيك بيلزق معدن خلاص خلصت. ما فيش حاجه تانية. مش هحرق كلام مم. ليه، لان العميل هيزهق. بالذات العميل مش المصري بقى، الخليجي لو انتوا ربنا مم. يكرم حد فيكم كده وعارف يشتغل على حاجه في الخليج، مم. يبقى عنده العميل الخليجي بيزهق. إيه 3 4 سكاشن زي الفل، هو هيطلب. مم. وبعدين الاوردر يجي له كده كده، سياسات البلد الاسترجاع هناك قوي، فعادي ممكن يطلب ويشوف المنتج ويجي له، بعدين يقول لك خلاص انا هسترجع وادفع ثمن الشحن.
فانما مم. تقعد بقى تعمل له 7000 سيكشن على حاجه مثلا ب 100 ريال ولا حاجه، لا مش قيمتها. جميل. اه. مم. فدي بتعتمد على ايه برضو؟ بالتعود وبحسب قيمه المنتج. قدرت اقنعه خلاص في وقت صغير، خلاص. جميل. طيب معلش أنا عندي سؤال تاني. ماشي، اتفضل. هو دلوقتي أنا عايزة أعرف التفاصيل اللي هي أصلا، يعني الشحن مثلا على ايزي اوردرز بيبقى ماشي ازاي؟ يعني التوصيل بيبقى حاجة زي ماركتلي والكلام ده ولا ايه؟ لا لا، بصي، ايزي اوردر ويب سايت بتاعك انت جايبه المنتج منين، ده هنظبطه بقى سوا. المنتج منين؟ لو انتوا يعني ده عايزين لسه. تدخلوا بمنتجات من عندي، يعني احنا كل ده في المندولين بنتست، مم. بتتعلموا. ممكن مم. هرشح لكم سيستم افيليت كويس. مش هكدب عليكم، سيستم الافيليت كلها مش احسن حاجه، بس مم. هو يمكن نقول احسن الوحشين. ده هرشح لكم حاجه في مصر. بس نصيحتي ليكم ما تبدأوش افيليت، لان الافيليت مش هيمسكوا فلوس في مصر برضه. محتاج ديتيلز شوية، محتاج إن أنت حاطط بادجت معينة، محتاج هما تسعيرهم غالي. جميل. يعني أنا لو شغالة ايزي اوردر المفروض إن أنا أبقى أصلا متفقة مع شركة شحن؟ فبص، يعني هقول لك، يعني في الحالة اللي احنا كنا بنتكلم فيها مع الشباب لما قلت لكم اشتغلوا على المندولين، ولما نظبطها في الآخر نطلع إعلانات، لو جبت أوردرات أنا هشحنها لكم، وأنا اللي هحول مم. لكم الفلوس. لو حد اشتغل، يعني لو حد خلاص عايز يشتغل، هو عنده بضاعة نفسه، اه مم. هيتفق مع شركة شحن. لو حد تاني، أي كمثال، حابب يشتغل مع افيليت سيستم، ممكن يربط الويب سايت بالافيليت، ودي بقى من الحتة دي. وساعتها بقى اللي هو الأفليت أصلا هو هيبقى متكافل بفكرة اه، الشحن انت والكلام ده بتعملي كله. هنا مع الافيليت، بتربطي مع الافيليت من هنا، بتحطي اه. كود وتظبيط كده معين، هنتكلم بقول لكم تعملوه ازاي. ووقتها مم. الاوردر بيجي اوتوماتيك بيروح لسيستم الافيليت، الافيليت بقى بيكلم العميل وبيأكد معاه وكل الدنيا دي. وساعتها بيحول لي بقى المفروض نسبة، اه، صح؟ لما الصافي الربح بتاعي بيرجع يحوله لك. تمام. اه. بصي، ممكن يا أمنية تعملي شير سكرين، لأن باقي آخر 3 دقايق في الميتنج. طيب تمام، ثانية واحدة. انا معلش عندي استفسار بس. بس قولي مصطفى معي. الفكره كلها ان احنا خلاص خلصنا دلوقتي ازاي نختار الصور، ازاي نعمل لاندنج بيج، وعملنا لاندنج بيج وبعتنا لحضرتك كان عندك تعديلات بسيطه بدانا نشوف هنا وعرفناها يعني. جميل. بعد كده احنا هنجيب المنتج واحنا اللي هنشتغل اي كوميرس براحتنا يعني. لا، مساله التسعير بص، والكلام. حتة التسعير لسه هروح لها، تمام. بس حالا. خلينا واحدة واحدة عشان نبدأ أسئلة. بص يا مصطفى، الأول حالا أنت محتاج تفهم حاجة الأول اسمها الميتريكس، ودي اللي كنت بتكلم فيها مع عمرو صديقي قبل ما تدخلي. الميتريكس دي هي إيه باختصار؟ إن أنت تفهم بقى لما تعمل إعلانات تبقى إزاي. جميل. وأنتوا بتفهموا الميتريكس دي هديكوا التسعير، لأن هما كونكتد ببعض. تمام. تمام. التسعير ده هنشرحه في ميتنج، وهعمل لكم شير سكرين على شيت معايا، وهقول لكم ازاي تعملوا، كل حد يعمل الشيت الخاص بيه بحيث يبقى فاهمه اكتر. يعني احنا المرحله الجايه كده هنشتغل مثلا على المنتج اللي حضرتك جبته وهنبدا نعمل عليه انا اعلانات على مش التيك عايزك توك. تشتغل على منتج، لما انا عندي منتجاتي شغاله كذا منتج، انا فاهم وانا احنا عايزك هنتست تشتغل عليه. عليه. انا فاهم حضرتك بتقول ايه، بتكلم هنتست عليه على اساس نتعلم ونجرب، وبعد كده اللي عايز يشتغل ماشي، على اي منتج هيشتغل. وقتها هبقى بقول لك مثلا المنتج ده هطلعه لك برقم معين، فانت شوف. الفكره انا جربت قبل كده اعلانات فيسبوك، واشتغلت على الفيسبوك وجبت انا منتج واشتريته. كنت برضو جميل. بتواصل بشتغل مودريتور، وبرضو اتفقت مع شركتين شحن لحد ما شفت افضل شركه شحن فيهم وبتاع، بس انا ما جميل. كملتش. بس كان عندي مشكله برضو في موضوع الحساب ازاي والرؤوز، والموضوع هيكسب معاه ولا مش هيكسب. ماشي. وقفت يعني، فكنت عايز اعرف الموضوع عملي، فهل احنا في الكورس اه، حضرتك هنشرحه بدأ معاك؟ عملي وهفهمكم بعمله ازاي. دي هي الفكره كلها، ان الواحد بس عايز يشوف تجربه عمليه عشان يبقى قادر ان هو يعملها بعد كده، يبقى خلاص اللي هو الموضوع بالنسبه له عادي. تمام. طيب، شكرا ممكن يا جدا أمنية ليك. تعملي شير سكرين بسرعة عشان باقي دقيقة، معلش. تمام. انت ليكي اكسس تعملي شير سكرين ولا ملغي؟ لا عندي. طب اعملي، انا عامل اهو ان انت تعملي شير سكرين. اعملي شير سكرين. بيعمل معاكي ولا بيقول لك ايه؟ هو ظاهر كده ولا ايه؟ لا، اعملي تاني كده. انا لسه مفعل الاوبشن تاني دلوقتي، فانا هقفل انا الشير سكرين، واعملي انت شير سكرين. تمام، ماشي زي الفل. خلينا بقى رحنا عند التقييمات.
وعملنا اعملي إنشاء تقييم كده. إنشاء بقى اللي هي على الشمال دي. أنا عندي المنتجات أصلا. ماشي اعملي بس كلمة إنشاء من في التقييمات، اعملي إنشاء، دوسي على كلمة المنتج. انتي ضفتي منتجات ايه بقى، سكرولي لتحت كده بس، هي طلعت معاكي زي الفل كده. هتحتاجي بقى تكتبي التقييم اسمه اه والدنيا دي. بس كده تمام، المشكلة اتحلت صح كده. اه بس تمام زي الفل، تقدري تقفلي الشير سكرين. إيه الميتنج هيفصل حالا، ف هندخل تاني. هبعت لكم بس فيديو تشوفوه لحد ما نحدد ميعاد تاني. أنا حابب إن الميتنجز تكون صغيرة دايما، فعشان كده ببقى عايز قدر الإمكان